في يوم من الأيام وفي قرية صغيرة، يمكن أغلب اللي فيها فقراء، لكن كان في واحد حالته مختلفة. واحد مش بس فقير، لا ده كان أفقر راجل في القرية كلها. وده مش كلام الناس بس، ده كان الواقع. اسمه جحا. جحا كان ساكن في أطراف القرية، في بيت صغير جدا. لو بصيت عليه تحسبه مخزن قديم مش بيت. سقفه من الخشب اللي بيخر في كل مطرة، والحطب دايما ناقص، والأكل بنن بسيط، ولبسه مهترئ من كتر ما اتلبس. لكن رغم كل ده كان عنده حاجة محدش شافها. كان عنده عقل بيشتغل طول الوقت، وقلب ما بيعرفش الياس. كل يوم الصبح كان جحا يفتح باب بيته المكسور وينزل يمشي في شوارع القرية الترابية. كان يشوف الأطفال بيضحكوا عليه، والكبار بيقولوا ده جحا، ده مش هيشوف يوم يبقى فيه قرش واحد. وكان يسمع الكلام ويكمل طريقه ساكت، لكن كان دايما يقول لنفسه الناس بتشوف اللي قدامهم مش اللي جوايا. وفي قلبه كان مؤمن إنه في يوم من الأيام هيجي يومه، اليوم اللي يثبت فيه إن العقل أغلى من المال، وإن الفقير ممكن يبقى غني لو عرف يمشي خطوة صح. في يوم حر جدا، الشمس مولعة نار، وجحا ماشي في السوق يدور على أي شغل، أي حاجة يكسب منها حتى لو قرشين. وهو ماشي سمع صوت عالي، تجار بيتخانقوا. وقف يسمع. واحد قال: القافلة ضاعت، بضاعتنا راحت خلاص. التاني قال: أكيد البدو سرقوها أو تاهت في الطريق. التالت قال: إحنا خسرنا كل حاجة. جحا وقف يفكر، قافلة كاملة ضاعت، يعني آلاف الدنانير رايحة، والتجار يائسين، الناس فقدت الأمل. هنا دماغه اشتغلت، راح ناحيتهم وقال: أنا ممكن ألاقي القافلة. التجار بصوا لبعض وبصوا له، وبعدين انفجروا ضحك. انت يا جحا هتلاقي قافلة ضايعة في الصحراء؟ لكن جحا ما اتضايقش، بالعكس وقف ثابت وقال: لو لقيتها هتاخدوا بضاعتكم وتدوني مكافأة محترمة. ساعتها واحد من التجار قال له بسخرية: لو لقيتها هندي لك اللي تطلبه. والتجار وافقوا، لأنهم كانوا متأكدين إنه مش هيرجع بحاجة. جحا رجع بيته، حضر حماره، وخد معاه حتت أكل بسيطة، وطلع آخر 3 دراهم معاه، وطلع على الصحراء. الصحراء كانت واسعة، والحر لا يطاق، والرمال بتهب كأنها نار. لكن جحا كان بيقول لنفسه: مفيش حد لقى القفلة مش لأنها ضاعت، لكن لأنهم بيدوروا غلط. قعد يفكر، القوافل دايما بتمشي قريب من الآبار، والآبار قريبة من الواحات. إذن لو ضاعوا أكيد اتجهوا ناحية المية، لأن المية أهم من الذهب. ففضل يمشي في اتجاه الواحة طول النهار، لحد الشمس ما غربت والليل نزل على الصحراء والبرد بدأ يزيد. في نص الليل وهو نايم على الرمل، سمع صوت زي صوت قماش بيتهز. فتح عينه وقرب، لقى جمل تايه، وعلى ظهره قطعة قماش من قماش التجار. جحا ساعتها ابتسم وقال: الحمد لله، أنا ماشي صح. الصبح بدري كمل طريقه، وكل شوية يبص على آثار أقدام الجمال على الرمل، لحد ما وصل لمكان بعيد وشاف منظر غريب. رجال القافلة قاعدين على الأرض، تعبانين ومرهقين، ومفيش معاهم أكل ولا مية، والجمال مرهقة والبضايع متغطية بالتراب. جحا جري عليهم وسألهم: إيه اللي حصل؟ قالوا له: ضلنا الطريق والمية خلصت، كنا خلاص هنموت. ساعتها جحا اتصرف بسرعة، طلع فوق تلة وربط قطعة القماش بعصاية طويلة، وفضل يلوح بيها في الهوا لحد ما قافلة بدوية شافته وجريت عليه وجابت لهم مية وأكل وساعدتهم يرجعوا للقرية. لما جحا رجع القرية، الناس كلها اتجمعت، الأطفال، الرجالة، الستات، كلهم مش مصدقين. واحد صرخ: جحا رجع القافلة. والتاني قال: ده عمل اللي التجار نفسهم معرفوش يعملوه.
التجار وقفوا قدامه وما قدروش يكذبوا، كان لازم يوفوا بوعدهم. ادوله مكافأة كبيرة جدا، أكبر مبلغ شافه في حياته. لكن هنا تبدأ القصة الحقيقية. أي واحد مكانه كان هيصرف الفلوس على الأكل واللبس والمظاهر، لكن جحا لأ. جحا اشترى مخزن قديم مهجور، كان التراب مغطيه ومحدش شايف له قيمة. لكن جحا كان شايف اللي محدش شايفه، نظفه ورممه وحوله إلى مخزن غلال. في موسم الحصاد الفلاحين احتاروا، المحصول كتير جدا ومفيش مكان يخزنوه. مين كان عنده الحل؟ جحا. بدأ يأجر لهم مساحات في المخزن، وكل واحد يدفع له أجر بسيط، والفلوس بدأت تكتر وتكتر. السنة اللي بعدها حصل العكس، المحصول قليل جدا، لكن جحا كان عنده غلال مخزنة من السنة اللي فاتت، باعها بسعر عالي والفلوس بقت ضعف، ثم 3 أضعاف، ثم 10 أضعاف. وبعد سنوات قليلة اتحول جحا لأغنى رجل في القرية. وفي يوم واحد من شباب القرية سأله: يا جحا، إزاي عملت ده؟ إزاي بقيت من فقير لغني؟ ابتسم جحا وقال: الفقير مش اللي ما معهوش فلوس، الفقير هو اللي ما معهوش عقل يستخدمه. أنا ما كنتش أغنى واحد، لكن كنت أكتر واحد شايف الفرص اللي الناس بتشوفها مشاكل. وسكت لحظة وبص للسما وقال: الغنى مش في الجيب، الغنى في العقل. وهكذا من بيت متهالك وشوارع الناس فيها بتضحك عليه، قدر جحا يبني نفسه بحكمة وصبر واستغلال الفرص، لحد ما بقى أغنى رجل في القرية. ومش بس غني، ده بقى حكاية تحكى ومثال إن الإنسان يقدر يغير حياته مهما كان وضعه.